الحاج محمد عبروق. التعريف باللاعب: يعتبر محمد عبروق من أفضل حراس المرمى الذين أنجبتهم الكرة الجزائرية منذ الاستقلال. هذا اللاعب الأسطوري لفريق شباب الوزداد شباب الكور سابقا في الستينات كان حارس زمانه، حيث ساهم في انتصارات عديدة مع الشباب الذي كان مهيمنا على الكرة الجزائرية آنذاك. كما نافس أحدا من أكبر حراس المرمى وهو محمد ناصو. تمكن من حراسة مرمى الشباب بجدارة عالية، فملك قلوب أنصاره، ويبقى إلى اليوم أفضل حارس في تاريخ النادي. كان يعرف باسم العنكبوت الأسود أو الفهد الأسود نسبة إلى لباسه الأسود، وتيمنا بأكبر حراس المرمى العالميين في تلك الفترة الروسي ليف ياشين، الذي كان محمد عبروق من المعجبين به. بداياته في كرة القدم: هو من مواليد 8 مارس 1946 بالجزائر العاصمة. بدأ مشواره في فريق جامعة الجزائر ريو كلاعب جناح أيمن سنتي 1960 و 1961، لكنه سرعان ما عاد إلى منصبه الأصلي كحارس مرمى في 1962 في صفوف شباب بالوزداد التي لعب معها إلى غاية 1977. اكتشفه الجمهور الرياضي سنة 1966 حينما خلف محمد ناصو في حراسة مرمى شباب بالوزداد، وحقق مع الفريق الفوز بالبطولة آنذاك. بالرغم من صغر سنه، استطاع محمد عبروق سريعا أن يفرض نفسه بفضل قدراته الفنية. مشواره في الفريق الوطني: في عام 1967 انضم محمد عبروق إلى المنتخب الجزائري الأول بعد أن اختير من قبل لوسيان ليدوك لمواجهة الفريق البولوني، وظل حارسا لمرمى الفريق الوطني لسنوات عديدة استمرت إلى غاية 1973، حين أجرى آخر مقابلة دولية له بطرابلس ضد العراق في فترة المدرب الوطني سعيد عمارة. تقمص الألوان الوطنية لأكثر من 40 مرة، وكان سجله مع الخضر ثريا أيضا، حيث أجرى معه مقابلات مصيرية مثل تصفية كأس إفريقيا والألعاب الأولمبية. تعامل مع العديد من مدربي الفريق الوطني، من بينهم لوسيان ليدوك ورشيد مخلوفي، عبد الرحمن أبرير، إسماعيل خباطو وسعيد عمارة، لدرجة أضحى فيها قطعة أساسية في المنتخب الوطني وشباب الوزداد. صفاته الفنية وتألقاته: كان عبروق يمتلك القوام واللياقة البدنية والقوى العقلية، وكان يعد رياضيا متميزا وقويا جدا، وبفضل طول قامته التي تبلغ 1.80 وقوامه المهيب كان يسيطر على دفاع فريقه ويؤثر في هجوم خصومه. كان بعد نظر كبير جدا جعله عنصرا لا غنى عنه، سواء كان ذلك في شباب الرياضي بالوزداد أم في الفريق الوطني. كان يمتلك الصفات الجسدية الآتية: القوة والهدوء، الحيوية والثقة بالنفس، التي سمحت له بفرض نفسه بدنيا في المواجهات أمام مهاجمي الفرق الخصمة، وباليقين من الفوز في المواجهات الهوائية. وفيما يخص الجانب التقني، كان بارعا في اللعب العالي والتصديات للكرات الثابتة، والذي كان مختصا فيها، حيث لقب بملك ضربات الجزاء. كما كان ذو وظيفة دفاعية وتمركز جيدين. وفي الأخير كان ماهرا في الركلات التي تسمح له بالقيام بالتمريرات الحاسمة لزملائه. وأما على الصعيد النفسي، كان قادرا على مقاومة الضغط الناتج عن منصب حارس المرمى، كما كان جريئا إلى حد القفز دون التفكير أمام أقدام خصومه، أو الخروج أمام 10 لاعبين لإبعاد كرة ركنية، أو القفز مرورا جانب العارضة. هذه هي مميزاته التي جعلت منه حارسا مختلفا عن باقي حراس مرمى الأندية الأخرى. محمد عبروق أول لاعب كرة يفوز بجائزة أحسن رياضي. في عام 1969 لعب 64 مباراة، من خلال المشاركة مع فريق CRB، المنتخب الوطني، فريق الأمن الوطني، والمنتخب الوطني العسكري، وكان رقما قياسيا في موسم واحد. وخلال تلك السنة
انتخب أفضل رياضي جزائري بعد أن أحرز عن لقب أفضل حارس مرمى في عام 1968. مشواره الحافل بالتتويجات. أكبر محطات مشواره الرياضي كانت في نهائيات كأس الجمهورية التي لعبها، خاصة الدربيات ضد اتحاد العاصمة التي كانت بالنسبة إليه لحظات مليئة بالسعادة والافتخار. فالفوز بكأس الجزائر له دائما نكهة خاصة لا تقارن، فمع شباب الوزداد شعر بهذا الإحساس الفريد من نوعه. فلن تنسى أبدا تلك اللحظات المثيرة أين تمكن من افتكاك الكأس مرتين على التوالي على حساب اتحاد العاصمة. تألق محمد عبروق أيضا في المغاربية وأهدى لشباب بالكور 3 كؤوس خاصة. هي تلك الكأس الأولى التي أهدى فيها محمد عبروق أول لقب قاري للجزائر ضد الصفاقس التونسي، حيث تألق محمد عبروق وخطف الأنظار في ذلك النهائي. أنهى مشواره الرياضي الحافل في فريق مغمور وهو الاتحاد الرياضي للصحة سنة 1978، ولعب له موسمين، وتوقف عن ممارسة الرياضة وهو في سن 40 بعد حصوله على العديد من الألقاب في جميع الأصناف، من بينها لقبان بطولة الجزائر وكأسان للجمهورية و3 ألقاب للبطولة المغاربية للأندية. وبلغ مع الفريق الوطني العسكري نهائي كأس العالم لليونان. الخلاصة: لقد أعطى محمد عبروق الكثير لكرة القدم ولم يأخذ منها شيئا، حاملا في ذكرياته الكثير من الذكريات الجميلة مع فريق القلب شباب الوزداد، ومشوارا حافلا بالألقاب والتتويجات. أحب بالوزداد فخدمه وأخلص في خدمته، وترك اسمه مرسخا في تاريخ الشباب والجزائر. ألف شكر يا عبروق لرفعك العلم الوطني عاليا ولتقديم العروض الممتعة والفرحة والبهجة للجمهور الجزائري. Je suis né à Bellecour, j'ai 69 ans. J'ai commencé à jouer dans les quartiers. De 61, j'ai eu licence Ferruya en tant qu'attaquant. Dans les quartiers, j'étais le meilleur gardien des quartiers. Je jouais 63, 64. Le CRB n'avait pas de gardien de but. كان هذا شعار الله يذكره على خير، قالوا ما عندناش جارديان بوت، قالوا له كاين واحد في الحومه، كاين واحد تعرف دير جول، قلت له انا ندير جول غير في الحومه. قال لي ما عندناش جارديان بوت. قال لي نهار 3 لونترينمون. بدينا لونترينمون بشويه بشويه، جافي شويه سيرتان تكنيك ان طون جارديان بوت. ما كارير كومونسي من تما كنت كادي دوزيام اني. وليت نلعب جونيور، نلعب كادي، مره نلعب جونيور. انا كنت سيريو بزاف. مومون دون زونطون يزدوا لي ان سينيور. J'avais un problème monstre, الله يرحمه إبرير. البريمير سيليكسيون تاعي نلبن عكنون ماشي مداري نونطريني كيما لي بروفيسيونال. وني فرمل بديت نونطريني خرج لساني. إبرير قال السعدي الله يرحمه برحمة الله، السعدي كان نونطرينور، قال له جبت لنا هذا ما يحركش كاع روحو. السعدي يقول أحمد عرب كان نونطرينور تاع سير، أنا مو يزقيلي يقول لي روح تونطريني بشوية حتى صرت روحي نلعب فوتبول تيتولار. يعني في الحقيقة كي بديت يعني شوية كما يقولوا نفلح في الرياضة، ذاك الوقت كانوا عندي اتصالات باش نروح نلعب في فرنسا، وأنا بابا ميت، ما عنديش بابا، عندي غير يما الله يرحمها وعندي خواتاتي أنا قايم بهم. ترى فرنسا تخليني أنا قاعد ما كانش تروح على خوتي صغار، مش نروح. عندنا toujours les mêmes. On avait le respect des parents, on avait le respect des gens, on les respectait parce que تربينا على سيرة، on respectait le grand, on respectait le petit. هذا هو التربية تاعنا. ولكن la plupart des joueurs de l'époque travaillaient dans l'administration. Donc 2 entraînements ou 3 entraînements par semaine. Et juste après l'entraînement, entre midi et 2 heures, الواحد يروح الخدمة. au moment où نونطرينيو من 6 ونص تاع العشية حتى ل 8. وقتنا هنايا il y avait uniquement de l'amateurisme. On a vécu les 20 ولا les 25 ans هذوك اللي عشناهم en tant qu'amateur. مش عندنا الماديات، ولكن واش كانت عندنا الروح الرياضية أولا، وكانت عندنا الاجتهاد. نحبوا الكرة ومنها اللي نجحنا، لأنه كنا صغار، كنا كادي وطلعنا جونيور. كانوا عندنا الرجال اللي كانوا يمشيونا، كانوا الرجال هما رباونا. ولكن
يا دي فوتبولر اللي سي إني شي eux عندهم قدرات ليهم، ولكن ما عندناش حنا امكانيات ماديه في هذاك الوقت، يعني بريمه تاع 5000 فرنك. في وقتنا خرجوا الرجال دي جوار دو غروند انفيرغور، دي جوار انترناسيونو، دونك لحقوا الدرجه العاليه، خدموا وتعبوا، خدموا وتعبوا باش لحقوا الدرجه باش ولاو دي انترناسيونال. سا كارير تاعو